مساء الخير مشاهدينا الكرام، اهلا بكم معنا في حلقه جديده من حلقات بيت العيله، بيت المصريين جميعا. حلقه يوم الجمعه 11/11/2016. حلقه النهارده زي حلقه كل يوم جمعه هنتكلم فيها عن موضوعين، موضوع اجتماعي وهنقدمه ايضا كما قدمته السينما والدراما المصريه. النهارده هنتكلم عن المراهقين. الفقرة الأولى إن شاء الله هستضيف فيها ضيفتي العزيزة الأستاذة هبة سواح، استشاري الصحة النفسية ومدربة العلاقات الإنسانية، وهنتكلم فيها عن في بيتنا مراهق. الفقرة الثانية تكون مع زميلتي العزيزة صفاء رمضان، وهتستضيف فيها الكاتب الصحفي والناقد الفني الأستاذ أحمد سعد الدين، وهيكلموا فيها عن المراهقة والمراهقين كما تم تقديمهم في السينما المصرية. اسمحوا لي بقى إن أنا أرحب بضيفتي. نورتي، ربنا يخليكي، أشكرك جدا. المراهقة فترة خاصة جدا، والحقيقة عدد كبير من الآباء والأمهات بيبقوا شاعرين إن الأطفال اللي هم ربوهم لما بيخشوا فترة المراهقة، قولي آخر ابتدائية كده أولى إعدادي، بيتحولوا لأشخاص آخرين. فهل ده حقيقي ولا إحنا اللي ما بنبقاش لاقطين التغيرات البسيطة في حياة أطفالنا من الأول؟ مبدئيا بسم الله الرحمن الرحيم، احنا كلنا مرينا بفتره المراهقه أكيد. يعني ما حدش استثنى من المرحله دي، لكن خلينا نرجع للغه العربيه لما ادتني معنى المراهقه، وهي جايه من فعل راهقه، وهو يعني الاستعداد او التهيؤ لمرحله النضوج الجسدي والفكري والنفسي. وده اللي حددته الصحة النفسية، ان الانسان بيتهيأ من مرحلة الطفولة لمرحلة النضوج الفكري والجسدي والنفسي والاجتماعي، ومن هنا فعلا بتبتدي التغيرات الفسيولوجية والجسدية بتبتدي تظهر من المراهق لما كان طفل لما دخل مرحلة المراهقة. طيب الدراسات العلمية بتقول عشان نقول هذا الطفل مراهق بدايتها فين واخرها فين؟ اولا فتره المراهقه كانت من فتره بتتراوح، بتبتدي من سن 13 ل 20 سنه، هي تين ايج. لكن مؤخرا ابتدت فتره المراهقه بتبتدي من سن 9 سنين. ويعني لما نقول عليها فتره طفوله او مراهقه متاخره بيكون اخرها سن 19. فدي المرحلة اللي بتبتدي فيها بقى تبتدي التغيرات الفسيولوجية تبان على المراهقة، سواء البنت بقى أو الولد. بتبتدي البنت في فترة المراهقة بيبتدي تغيرات فسيولوجية اللي هي البيريود، تغيرات في الوجه في الجسد، بيبتدي شكل الجسد. يعني هي العلامات المميزه للبلوغ سواء كانت عند الفتاه او الولد. فالبنت المفروض الام بقى تبتدي تلاحظ ان التغيرات دي هي كده، انا بنتي داخله على مرحله المراهقه. دي التغيرات الفسيولوجيه. بيحصل اضطرابات سلوكيه، زي بنتي ابتدت تبقى عنيده، ما بتسمعش الكلام، ابتدت تاثر في صلاتها، مصره فكره انه بنتي. احنا ليه بنتكلم عن الولد بس ما بنتكلمش عن الاولاد؟ بالعكس، هي الفتره دي بالذات عشان ممكن يكون البنت بتبقى عندها حاله من الخجل، او ما بتعرفش تعبر عن فتره التغيرات بتاعتها. الولد كذلك فتره المراهقه بتاعته بتبقى متاخره شويه، ممكن تبتدي من سن 13 متاخر شويه. تمام. بتبتدي من سن كده 13 سنه. بيبتدي طبعا التغيرات برضو بنلاحظ على الجسد الولد، نبرات الصوت، ابتدينا خلاص ندخل بالعضلات بتاعتنا بقى، الفكره تغير، انا جاي اهد كل الاوامر والقوانين اللي كانت بتمارس عليا. فدي التغيرات اللي بتبتدي. انا بقيت طول بابا وماما، فخلاص كلامي ما بيتسمعش. لا ليه؟ لا خلاص ابتديت انا جايه اسيطر، خلاص انا موجود. المراهق سواء بنت او ولد جايه في الفتره دي تقول انا موجوده، ليا راي، ليا كيان، محدش يلغيني. تمام. لكن انا حابه اقول لكل ام ولكل اب ان التغيرات دي سواء بقى فسيولوجيه او سيكولوجيه، او دي بتبقى ناتجه عن الفتره نفسها، نتيجه الهرمونات اللي تتفاعل مع الولد او البنت. يعني هي مرحله وقتيه مش ده. اي حد من الاباء والامهات هيكلمك عن المراهقه يقول لك المراهقه من الارهاق، بيبقوا مرهقين في كل حاجه، وهم شخصيا كمان بيبقوا مرهقين لان هم عندهم فكره ان رجليهم شالتهم مره اخرى، يعني بشكل سريع جدا، لكن هم شخصيا لا نفسيا ولا فكريا وصلوا لدرجه الاستقرار اللي تخليهم فعلا يبقوا ناضجين وعارفين يسيطروا على حياتهم. تمام. سؤالي بقى
في طفل بيبقى هادي خالص، مرة واحدة فترة المراهقة يتحول لشخص عنيف ومعترض وما إلى ذلك. طفل تاني كان بيبقى عنيف جدا أو حيوي جدا، يجي فترة المراهقة عليه وتحصل له أعراض انسحابية. إيه اللي بيخلي بعض الأطفال في فترة المراهقة يتغير سلوكهم بشكل عكسي، وأطفال تانيين بيبقوا زي ما هو ولكن بيبقى فيه زيادة في الوتيرة شوية بس في الشخصية اللي هم كانوا عليها من الأول؟ وهو ده اللي اتكلمنا فيه على العامل الفسيولوجي، ان هو بيتحكم زي ما حضرتك قلتي، ان ممكن طفل يبقى هادي يتحول فتره المراهقه يبقى عندي وعصبي والعكس صحيح. فانا لازم انا كأم او كأب ندرك ان الفتره دي حساسه جدا، نقطه تحول للولد والبنت. يعني مركزه قوي هو ليه اتغير بعد ما كان، خليني بس ابقى مركزه فتره المراهقه دي ايه التبعات بتاعتها، ايه التغيرات بتاعتها النفسيه، الاعراض اللي بتحصل معاهم، ابقى انا مدرك ايه اللي بيحصل معاهم، ما بقاش واخده رده الفعل عامله لي ذعر. يعني انا اكتر حاجه ممكن الاحظها ان ردة فعل الاهل هي نفسها الصدمه. يعني بلاش احنا نستعد لردة فعلنا، ان ابني اتغير، ايه ده بيعمل ليه كده، فين تربيتي ليه، بيتنا مش متعود على كده. لا، خلينا نرجع اصول الموضوع من الاساس. هي فتره المراهقه ايه تبعاتها، ايه اللي بيحصل بسببها، هو كان طفولي وكان هادي ولذيذ طب ليه اتغير؟ يبقى انا الدور عليا، يا ريت كل اب وام يسعوا قبل ولادهم يدخلوا على فتره المراهقه يكونوا قارين عليها قبلها، اقرا واسعى، علشان ما دام انا قررت قرار الخلفه يبقى لازم احدد من الاول انا هعمل ايه. تمام، ما بقاش انا بخلف وبعد كده اتصدم بالواقع، اتصدم في كل مرحله كل حاجه. وخصوصا ردات الفعل بتاعتهم دي حرام. احنا يعني كلنا زي ما قلنا في البدايه مرينا بالمرحله دي، لكن مؤخرا لما عرفنا خطورتها بقينا بنناشد ان لا، لازم يبقى معانا بقى الداتا من اولها، المعلومات من البدايه. انا لو ابني بيبي خلاص ابتدي اقرا بقى، يعني مش لازم استنى لما يدخل فتره المراهقه او لما تظهر بنتي علامات معينه او ابني عليه حاجات معينه ابتدي اتعرف ايه اللي بيحصل معاه. طيب هسألك السؤال بطريقة أخرى، واحنا بنتكلم على الولد والبنت. أحيانا البيت بيبقى فيه كان فيه مراهق قبل كده، أو أحيانا الأب والأم يبصوا للأولاد بتوع الجيران، أولاد العيلة، بنات العيلة، كل الكلام ده. ليه دايما أحيانا يبقى فيه مراهق مراهقته ألطف من مراهق آخر؟ ايه اللي بيحكم اذا كانت هذه الفترة هيبقى فيها مشاكل وفيها توترات وفيها تمرد شوية بس في الحدود المقبولة، واللي يحكم انها هتتحول لبركان والبيت كله هيولع؟ اولا وعي الاب والام في الفترة دي، ممكن اب وام يبقى عندهم استيعاب ان انا بحتضن، انا عارف الفترة دي فترة حساسة، فابتدي بقى احتضن، الاقي الاب والام حابين يمارسوا الصداقة بدري قوي معاهم، فتلاقي الابن ابتدى يتخلى شويه عن فكره ان انا هطلع من عباءه بابا وماما بسرعه، ما انا الاقيهم بيسمعوا لي لو اتكلمت في اي شيء. يعني بابا وماما اصلا اصحابي وفي حوار قائم ما بيننا، فالمساله بتعدي بشكل الطف شويه. الصداقه احنا ممكن نكون ما بنستخدمهاش في البيوت المصريه على الاطلاق. الموضوع ده لو احنا فعلا نصدر الاوامر فقط، الاوامر والنقد على طول، في حاله من النقد، كل ما هنقد كل ما هلاقي عند. طيب الاب والام عاده بيجيبوا الولد او البنت، يا ابني لما طبعا يتفرجوا على حلقه زي الحلقه بتاعتنا هنا، ويقولوا طب انت متضايق من ايه، او انت مشكلتك فين، او ما الى ذلك. بيفاجئوا برد فعل عكسي او صادم من الابناء، يقولك انا عندي مشاكل وانا مش مرتاح. طب ايه اللي مضايقك؟ مش عارف، وانت بتعاملني وحش. انما مفيش حاجه ملموسه يقدر نفسه المراهق يقول للاب والام انه هم اثروا فيها او هم يعني تسببوا بالخلاف فيها. فالاب والام بيحس ان هم كده مش مقصرين والمشكله عند فهو السؤال انه هل احنا بنستأثر لما بحس بكده؟ هل المراهق نفسه ما بيبقاش مالك لغته بالقدر الكافي علشان يشرح لنا نفسيته متضرره من ايه؟ لا، هو دلوقتي لما الابن او البنت لما يتعرضوا مثلا لاي موقف حصل لهم من العالم الخارجي، فعندهم الخوف ان هم يجوا يحكوا، او عندهم العالم الخاص بتاعهم اللي هو بالنسبه لهم عالم بريء بس كله اضطراب، مش عارف اعبر، مش عارف اطلع اشكي. فلما يجي بقى الاب والام يسالوا طب انت مالك، مشكلتك ايه؟ مفيش حاجه،
خلاص يبقى انا عملت اللي عليا، يبقى انا كأب وام انا كده شلت المسؤوليه وعملت الدور اللي الواجب اعمله. لكن هنا الصداقه او المدخل يعني في ايه، ما انا انت ما بتشتغلش ولا حاجه، انا موفر لك كل طلباتك. أيوة. وانت ما عليكش مسؤوليات خالص، وانت كذا وانت كذا وانت كذا، وفي الاخر ان انا اقول له طب ما هو بياكل وبيشرب واجيب له احسن لبس وادخله احسن مدارس وبديه الملاهي طب والجانب المعنوي فين؟ فين الاكتفاء المعنوي؟ فين؟ وده الاهم. يعني انا لو غرست جواه بذره الاكتفاء المعنوي وحب الصداقه بينا، وان انا ما سيبهوش محتاج لي، يعني دايما اكثر حاجز الخوف والخجل عنده، وادخل انا كصديق ليه نتكلم سوا ايه اللي حصل معاك النهارده في يومك، حتى لو كان في حضانه. يعني ابتدي انا بدري معاه. عشان كده قلنا في البدايه بلاش نتاخر. في حاله انه احنا عدينا الفتره الاولى وما لحقناش نكون هذه الصداقه، هل ينفع ان احنا نبتدي تكوين اواصر صداقه في فتره المراهقه؟ هو يعني للاسف الموضوع بيبقى محتاج بقى شويه تدريب، لان ما يبقاش في الاول في فجوه وبعدين مؤخرا اقرر ان انا اصاحب بنتي او ابني. فانا لازم بقى من البدايه، يعني اتمنى ان الفكره توصل من البدايه بقى، من سن هما لسه بيبيات صغيرين، ابتدي بقى العب معاهم، انزل لعمرهم، يبتدي كل ما يكبر كل ما هيبقى عنده لا دي مامتي صاحبتي من صغري، فكل ما يكبر كل مش هيبقى عندي مشكله ان اقرب. احيانا في هذه الفتره بيكون وجود الصديق الناضج بس مش ناضج قوي. يعني لنقل مثلا العم الصغير، الخاله الصغيره، ما الى ذلك، اخ اكبر شويه، ابن عم اكبر سنه، ما الى ذلك، بيكونوا اقرب للمراهق والمراهقه من الاب والام. والحقيقه ان هم بيقبلوا الكلام منهم اكتر من الاب والام حتى لو كان بنفس المحتوى. ليه؟ ذكاء من الصديق، سواء العم او الخاله او لان دايما الاب عندهم ابني لو خرج يبقى هيعمل حاجه غلط، لو انا صاحبته لا هياخد عليا فهيعمل حاجه غلط. يعني للاسف هي وصلنا غلط فكره الصداقه. لكن دلوقتي لو انا صديق الخارجي، ما احنا دلوقتي خايفين من الصداقه الخارجيه. لا احنا ما بنتكلمش عن الصداقه الخارجيه، انا يعني بتكلم على انه نفس المفهوم. انه انت مثلا لازم تاخد بالك من مذاكرتك على سبيل المثال. بتتقلب ازاي؟ يعني بتتقلب باي شكل؟ الفرق في القواله بس. المدخل ازاي؟ ما اجيش مثلا اقول لها انت ما ذاكرتيش ليه؟ ما تقومي ذاكري، انت مش عارفه عليكي مسؤوليه وافضل بقى الاوامر دي. احنا عندنا حاله من النفور من الاوامر. عندنا كده في عداء بيننا وبينها. لما انا بقى كخاله مثلا ايه ما عملتيش مثلا واجباتك، طب تيجي نعمل واجبات سوا وبعد كده نلعب، طب تيجي مش عارفه ايه، وبعد كده يعني اجيبها بالطريقه لو عملتي كذا ناخدك السينما مثلا، او تيجي بالطريقه اللطيفه اللي تيجي على هواها. انا ما بتعاملش معاها علشان هي انا عايزاها تسمع كلامي وتبقى مطيعه، يبقى لازم ادخل لها من بابها. طيب هل تقترحي انه يبقى في هذا الوسيط في حاله ان الاب والام مش عارفين يقيموا تواصل، يلجأوا لحد اصغر سنا من العيله نفسها وبالاتفاق يخلوه يلعب الدور ده لو كان متاح؟ هو جميل ان يبقى لينا منافذ امينه على اولادنا، لكن الاجمل والافضل انه يبقى الابوين. الابوين عاملين زي المجاديف للبنت او الولد. لو سيبناهم وشلنا المسؤوليه وخليناها بقى على الخاله او العم او يبقى طب ليه؟ لا مش هنسيب المسؤوليه، لا يعني بس يعني ايه الحاجه اللي عايزين نوصلها ناخد السكه الطويله شويه، بما انه في حاله من حالات الرفض للتعامل المباشر. يعني ده ممكن يبقى حل في بعض الاحيان، ايجاد حل اخر في بعض الاحيان، لان انا في هيجي عليها وقت فتره المراهقه فيها بعض الحاجات اللي بتاثر على الولد او بنت، زي الاسرار اللي بتدخل حياتهم طبعا، زي الاسرار اللي ناتجه بقى ان بنتكلم على العالم الخارجي اللي ممكن ياثر، وخصوصا على العالم الخارجي خطر جدا. لو البيئه الداخليه المحيطه بالولد والبنت امينه وانا عارف ازاي اتقن واتفنن في احتوائهم، هبقى فعلا مطمن جدا عليهم مهما واجهوا العالم الخارجي. هيبقى عندهم حته ان انا مؤمن، مش محتاج ان انا يكون عندي صديق خارجي، ولو كان عندي فهيبقى ده اجمل، يعني عندي بالزياده. تمام. فانا لا ما يعني ما اقترحش ابدا ان الاب والام يطلعوا من الدور ده، لان من اهم الادوار اتجاه ولادهم الصداقه وقت المراهقه. يعني نقطه تحول في حياتهم لازم يكونوا متواجدين. طيب هسألك سؤال تاني. اتفضلي. الاطفال بحكم انهم اضعف احيانا بيتعرضوا للتعنيف المادي والمعنوي من الاهل.
سواء الاب او الام، وبيسكتوا علشان صغيرين ومش قادرين. تيجي فترة المراهقة مع التغيرات الجسدية بيبتدوا يحسوا ان هم اصبحوا اكثر قوة، فيبتدي العنف بتاعهم يكون ازيد في ازدياد. في حل لكسر هذه الاشكالية. وبعدين لما نتكلم على اب وام مثلا، الطفل المراهق عمل مشكلة، التعامل معاه يبقى ازاي؟ طيب في حتة ان عنده قوة زيادة مع فترة التغير في المرحلة العمرية، ان هو يقدر يدافع عن نفسه ويقدر ياخد حقه. طيب انا برضو دي مش هتتغير معايا الا باسلوبي وسلوكي. انا في حالة ترقب بشكل او باخر بيبقى السبب في وجود هذه الاشكاليه. أيوة. سلوك الاب والام من الاول. ايوه يعني من الاول كان بيبقى فيه عقاب مبالغ فيه، في ضرب مثلا. ايوه حصلت دراسة في انجلترا على مجموعة من الاطفال اللي نموهم ما بيبقاش في ازدياد، النمو بتاعهم مش في ازدياد، سواء النمو بقى الذهني او الجسدي. لقوا ان هم من صغرهم بيتعرضوا للعنف البدني واللفظي، فبالتالي لما بيكبروا كمان بيبقوا عدوانيين، سواء على نفسهم او على اي شيء بيقتنوه، حيوان اليف، حاجه خاصه بيهم، صديق لهم في المدرسه، ايا كان عندهم اللغه هي العنف. حاجه داخل طالع من باب الاوضه يرزع فيه، مش ضروري يبقى عنيف. وخصوصا ان في حاجه الاب او الام العاملين لما بيتعرضوا لضغوط في جهه العمل وبيروحوا مثلا، واول حاجه بيحصل تصادم مثلا، ايا كان الشيء التحدي اللي واجهه الاب او الام، اول ما بلاقي ابني متنرفز ممكن ايدي تتمد عليه، او ممكن من نرفزه بسيطه اقول له لفظ مش كويس. تمام. في الصحه النفسيه بنسميها بالازاحه، يعني نقل موقف بتاعي من شخص لشخص تاني، الطفل ملهوش اي ذنب فيه. هنا بيبتدي الطفل ياخد معاه في المراحل العمريه بتاعته من غير ما يعالج بقى الحاجه دي، يطلعها ويفرغها سواء بقى على صاحبه في المدرسه، او على زي ما قلنا اللعبه بتاعته، او الحيوان بتاعه، او على الاب والام لو كان صحته تسمح. يستحيل تبقى البذره اللي انا زرعتها من البدايه الصالحه واجنيها فساد. تمام. هستأذنك هنخرج نشوف فاصل، والفاصل هنشوف فيه تقرير نرجع نعلق عليه، تابعونا. ايه وفر عبيد، ما تسيب الميه تروي قلبك وروح بيتك ريح كتير. من لازم اكون دي السنه ليها اصول، لكن الارض ما تطبلش وتستفاد من الميه صح. يعني انت دافع حاجه من جيبك، ما الميه ياما وببلاش كمان. يا فرح النهارده الميه بس بكره ممكن ما نلاقيش ولا نقطه. تعالى يا حسين خد دور. تستهلك الزراعه 85% من حصه مصر من مياه النيل. يعني هي جت عليك انت اللي بتوفر في الميه؟ محدش ضامن حاجه، واللي وفرت فيه انا وعيالي اولى بيه. احسبها صح تعيشها صح. المراهق حاليا يعني بيتجه لوسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير جدا، ودي بصراحة مشكلة لان هو بيستنزف وقته دون جدوى. احنا اهملنا القراية والثقافة وممارسة الانشطة الرياضية والادبية وقصور الثقافة. لابد من تواصل الوزارات المختلفة. كانت عجبتني كلمة قالها الوزير الاسبق فاروق حسني وزير الثقافة، قال زي ما في مجموعة وزراء اقتصاديين يبقى في مجموعة وزراء يشتغلوا على التنمية البشرية، وزارة الثقافة، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الاوقاف، وزارة التعليم، يبقى شغالين برؤية واحدة. هم موجودين بس لازم يكون في اجندة واحدة شغالين عليها، لان احنا يعني العنصر البشري ده اهم حاجة، هو عنصر التنمية، هو المحور التنمية في مصر. مشاكلهم قلة فلوس، قلة شغل، ادي مشاكلهم. ما هو لو لقوا وظيفة او لقوا شغل او لقوا حاجة تأمن لهم مستقبلهم او تديهم امل في بكرة، مش هيقعدوا في البيوت، مش هيبصوا يروحوا على شباب النت، يقعدوا على القهاوي، يسرقوا، يعملوا اي حاجة.
ما هو ده اهم حاجه، اهم حاجه الامل. لو في امل في كل حاجه، مفيش امل مفيش اي حاجه في الدنيا. هو عدم وجود عمل دي حاجه، عدم وجود شغل يقدر يخليه يفتح بيت، برضك حاجات كتير الدولة مش هتقدر توفي كل حاجة، بس اللي يقدر يعمله ان لو لقى مشروع كويس يقدر يعمل منه بيت، يعمل منه أسرة، فدي هتقلل من المراهقين يعني اللي هم بيمشوا في طريق غلط. يعني النت والفيسبوك والحاجات اللي بتنزل عليه هي دي اللي مخليه طبعا التفكير بتاع المراهقين بيختلف، واحنا لازم نتعامل معاهم طبعا باسلوب ما ينفعش العنف فيه، لازم نتعامل معاهم ان احنا برضو نسمع لهم ونعرف ارائهم ايه. لكن مثلا ما نقدرش ان احنا نمنع عنه الفيسبوك والنت، بس ناخد بالنا نبقى مراقبينه من بعيد لبعيد، يعني مش يبقى مباشر. انا بعتبر النت والفيسبوك وغرف الشات لان دي بتعمل زي مسح للادمغه، وبتحول الولاد عندنا لصم بكم عمي، فهم يعني دماغ فارغه فيهاش الا النفايات والقمامه بتاعه الغرب. الولاد عندنا بطلوا يفكروا، خلايا الدماغ بتاعتهم توقفت عن التفكير. وحضرتك بص على اي شاب ماشي حاطط او بنت حاطه السماعات في ودنها ووشها في الموبايل وعايشه في عالم خيالي افتراضي خالص. فدي مشكله كبيره قوي. وبعدين حصل نوع من التنافر بقى، يعني تجد في البيت الواحد الام في اتجاه والاب في اتجاه والولاد في اتجاه، ويمكن ما بيقعدوش مع بعض 5 دقايق في اليوم. فمشاكل المراهقه دلوقتي بقت عنيفه. يعني النت اكبر مشكله للمراهقين، ماشي، والكبار برضه. مشاهدينا عدنا لحضراتكم مرة أخرى. الحقيقة قالوا حاجات كتيرة جدا في التقرير. خلينا ناخد على جزئية بصراحة استفزتنا أنا بشكل شخصي، هي فكرة الناس اللي بتتكلم على إنه المراهق يشتغل ويتجوز، واحنا بنتكلم على مراهق. هو ممكن يكون اختلط بس عليهم يعني فكرة الخلط ما بين الشباب والمراهقة موجودة في الشارع المصري لغاية دلوقتي. هو للاسف المعنى عندهم في اختلاط، يعني مش قادرين يحددوا امتى فتره المراهقه دي بتاخد وقتها ولها تبعاتها وتاثيراتها، ولسه بدري جدا على دخول ان هو يفكر في الارتباط او يتحمل مسؤوليته اذا كان هو لسه في حاله استعداد نضج جسدي وفكري فانا ازاي افكر ان انا احمله مسؤوليه زواج؟ فعشان كده لما ببتدي بتكلم عن الصداقه من الاب والام لابنائهم، ببتدي انا بقى اتكلم واحده واحده امتى وفين يفكر ان هو يعبر عن مشاعره، يتكلم عن الجواز، يتكلم عن العالم اللي هو عايز بقى يبقى بتاعه ده، لان هيجي عليه وقت المراهق ويحس بمشاعر نتيجه لهرمونات المراهقه اللي هي بقى بتحدد انا هبتدي الاقي عواطف ومشاعر وعايزه احس بنفسي وليا معجبين وليا معجبات وهكذا. فانا ما اهربش برده من الفكره دي على سن لسه بدري، لازم اتكلم معاه. انت هتواجه مشاعر معينه، بس دي مشاعر بريئه جدا. تتاكد منها ازاي؟ ان هو طبعا بس ما رعبش نفسي وانا بتكلم، او هو لما حد يجي يواجهني ماما انا حاسه بحاجه معينه، او واجهني حد معين نلاقي الام بتلطم والاب راح مطلع العصايه والبيت ده اللي بيخلي ده اللي بيخلي الولاد يبقى لهم العالم الخاص بتاعهم. طيب سؤال تاني. احد الساده في التقرير قال انه الاولاد ما بقوش بيفكروا، وكل واحد عايش في عالم الافتراضي الخاص بتاعه وحاطط السماعات في ودنه سواء ولد او بنت وماشي هو وشه في الموبايل. هل ده حقيقي؟ هل دي طبيعة عصر؟ هل ده يعني ان هذا الشاب او الفتاة فعلا ما بيفكروش، ولا احيانا الاكبر سنا بيطالبوا الاصغر سنا ان هم يمشوا على خطاهم ويعيشوا نفس حياتهم؟ فعلا اكتر من نقطة حطيتي ايدك عليها فعلا، حتة ان احنا يعني دايما الجيل الجيل القديم شوية اللي هو قبلينا او عايزنا نمشي على النهج بتاعهم. يعني حتى سيدنا علي بن ابي طالب لما وجه وقال ما تربوش ولادكم على نفس زمان هم لكن ما ينفعش اقول ان هم ما بيفكروش، بالعكس المراهق مجرد انه يبتدي يحس انه مش لاقي نفسه مع ابوه او امه او الاسره المحيطه بيه، هيبتدي ان هو يبقى ليه فعلا العالم الخاص بتاعه. بقى احنا ما نقدرش نحكم بقى هو سواء بقى في اصدقاء خلاص هو لاقي نفسه لاقي نفسه مع اصحابه يسمعوا له،
بيفهموه بيمدحوه حتى لو على الغلط، هو مستمتع بكده. ما انا مش لاقيه يا جماعه دعم بشكل او باخر. هو دعم. مجموعه تانية من الساده في التقرير والسيدات، لانه كان في سيده فاضله قالت انه الانترنت ليها تأثير مدمر جدا على شبابنا سواء كانوا أولاد أو بنات. ووسائل التواصل الاجتماعي وفكرة إنه يقدر يكلم أي حد في أي حتة في أي وقت بأي أسلوب، مش مقياس ومش ممسوكة. لا مش مقياس. يعني أنا دلوقتي زي ما قلت، لو البيئة المحيطة بيه بيئة أمينة، مهما قعد على الإنترنت حتى لو وقت معين أنا محدده ليه، ومن هنا برضو من ناحيه الصداقه اللي بينا قايله له في وقت معين للانترنت اقعد براحتك فيه، فانا عارفه هو هيعمل ايه، هيستخدمه ازاي. مشكلتنا مش في الجهاز، مش في الانترنت، مش في الانفتاح التكنولوجي اللي ودينا كلنا ورا الشمس. خصوصا ان بعض المنتجات الدراميه او اللي بتنزل دلوقتي مؤخرا اللي بتساهم للاسف سلبيا في نمو المراهق او المراهقه. نلاقي المنتج للاسف اللي فيه اسفاف و فانا عشان احافظ عليه من الخطر الخارجي يبقى لازم يعني اسعى جاهده ان جوه بيئته تبقى فيها كل حاجه من امان وصداقه ودعم واكتفاء معنوي ودعم نفسي. كل حاجه لما يلاقي ده صدقيني مش هيلجأ لاي عامل سلبي ياثر على شخصيته. احد الساده ايضا قال انه غياب الانشطه في مراكز الشباب وتذوق الفنون له جزء كبير جدا من الحاله اللي شبابنا وصلوا لها ومراهقينا تحديدا وصلوا لها دلوقتي. فعلا لو احنا حطينا الموضوع ده في اذهاننا وصوتنا وصل لبعض الجهات المسؤوله، وخصوصا بقى في المؤسسات التعليميه بما ان هي التربيه والتعليم، فلو الموضوع ده الانشطه المدرسيه يرجع تاني يعني لازم يعني، ومش بس الانشطه المدرسيه، الحملات اللي تبقى طبعا تحت رعايه وزاره التربيه والتعليم، الحملات اللي بتنزل من خلال مدربين تعديل السلوك او مدربين التنميه البشريه اللي هم ممكن من وقت للتاني ينزلوا يشوفوا الدنيا ماشيه ازاي، ايه التغيرات. ما هو ده بقى وقت الاسهام في ما دام بنقول التربيه والتعليم، ودلوقتي للاسف في فيروس يعني دخل في التعليم والتربيه. الاولاد والبنات قبل ما يعني شخصيتهم تبقى غير قابله للتعديل. مظبوط. ما دام انا في البيت عليا دور، ما ينفعش الدور اللي بعمله يفسدوا العالم الخارجي من مؤسسه تعليميه، من انشطه مش موجوده، بل بالعكس في السلبي. طب انا ازاي اصلح والاقي بره بيبوظوا لي اللي انا بعمله؟ فلازم يبقى في توازن، يعني ما يبقاش صوتي مش واصل، لازم يبقى نشتغل على حاجه زي كده علشان اقدر فعلا احافظ على اللي انا بعمله مع ابني او بنتي. طيب احد مشاكل فتره المراهقه الرقابه. الاب والام بيبقى خايفين جدا على ولادهم وبناتهم، الام خايفه على ابنها من المخدرات وخايفه على بنتها من العلاقات العاطفيه والكلام ده. هل ده صح ان احنا نقسم القسمه دي؟ الولد ما يبوظوش غير ولد تاني سجاير ومخدرات، والبنت ما يبوظهاش انها تعرف ولد، لكن الولد لو عرف بنت مفيش مشكله خالص. لا طبعا. يعني فكره التفريق في المعامله بين الولد والبنت، اضافه لفكره الرقابه عليهم، نراقب عليهم من ايه ولما يرتكب ايه نعامله ازاي. لا طبعا حته بقى التفرقه العنصريه دي في حته ان هو ولد وبنت، المفروض الكلام ده ندفنه بقى، مفيش كده. لازم في توازن ولازم في هنقول شبه حياديه شويه. البنت بحكم ان هي انثى وليها برضو بعض الحدود بحكم ثقافتها وتدينها وبيئتها، يبقى لازم زي ما ينفعش مثلا بنت تخرج الساعه مثلا 12 بالليل تقول انا نازله بقى اتفسح وبراحتي ومع اصحابي، لازم يبقى في برضو بعض النقط. انا شايفه ان مش المفروض ان الولد يخرج الساعه 12. ما احنا بقى عايزين نتكلم بصراحه احنا عايزين على حته يعني ان هو يعني هي فكره انا ولد وهي تبقى ثابته ماشيه صح على الولد وعلى البنت. يبقى انا لازم هو هنا بقى لو انا حبيت اعمل تفاوض مع الولد او البنت في حته ان الخروج، اعلمه ان في حاجه اسمها وقت محدد مش مفتوحه، علشان هي كمان حتى البنت او الاخت تشوف فعلا الولد كمان تربيته تبقى عامله ازاي. لان في حته اللي للاسف البنت تغير من اخوها، طب انتوا سايبينه براحته كل حاجه ولا لا؟ والعكس كذلك. انا براحتي بقى وبخرج زي ما انا عايز، وما ينفعش تتكلمي وما ينفعش تقولي كده انت هتعملي راسك براسي. هنا بقى ثقافه التربيه غلط. انا بفرق غلط. لا زي ما حضرتك قلتي من شويه نشوف حاجات اغرب. يعني نشوف مثلا الولد بيكلم صاحبته في التليفون بالليل، انما اخته لو وقفت مع زميلها في الجامعه ولا زميلها في الدرس تبقى مذبحه. ما هي دي ثقافه انا بغرزها في ولادي،
الثقافه الغلط. يعني ما دام انا في بذره اخلاقيه اتزرعت فيهم، لا يمكن ان انا اشوف اي تصرف منهم شاذ. في حته حتى لما اتكلمنا على التفاوض، لو انا عايزه بقى امشيهم على حاجه كده بالطريقه السلسه، يعني نرجو ان هي تبقى بالطريقه السلسه. يعني ايه رايك انت عايز تنزل النهارده؟ لو هننزل النهارده الساعه 8:30، لو اتاخرت مفيش خروج تاني. يعني عمليه التفاوض حته ان خلاص. على فكره انت قويه جدا، من 8 ونص. لا فهمتيني دي غلط. يعني حته ان هو لا ما يتاخرش عن 8، ما يتاخرش عن 8. المره الجايه لو جيت 8 ونص، يعني انا محدده له ان يجي 8 مثلا. يعني لازم في التعامل مع المراهق يبقى عارف المقبول والمرفوض من الاول. تمام، يبقى ده التفاوض. انت خلاص ما التزمتش، يبقى ما فيش خروج من البدايه. يبقى هو خلاص بنبتدي ان احنا نغرز بعض الحاجات اللي هيمشي عليها من غير ما انا اضغط. سؤال تاني، جايز الاب يبقى عنده الوعي ده، وجايز الام هي اللي عندها الوعي ده، لكن الطرف التاني ما يبقاش عنده الوعي ده. فنلاقي الفروقات في الشخصيه بين الاب والام، وفي تقبل الاخر والمرونه واضحه جدا في تعاملهم مع الولد او البنت. الفروق بقى اللي بين الاب والام، اصلا احيانا المشاكل اللي بتبقى بين الاب والام تاثيرها ايه على المراهقين وعلى وجهه نظرهم في العالم بعد كده؟ الموضوع ده من اخطر ما يكون، الخلاف الاسري وفي بيتنا مراهق. يعني لما انا دلوقتي اتعرض ان زوجين بيختلفوا دايما، وفي تصارع ومشاحنات شبه يوميه في البيت، وانا مش مراعي ان في مراهق بينتج عندي وبينمو. انا مش هقول طبعا لكل اب وام ما تختلفوش في بيتنا مراهق، ما ينفعش نختلف، لا طبعا، بس بنناشد بالخلاف الراقي شويه، ما يبقاش قدامهم او على مسمع ومرأى البنت او الابن، وما يبقاش في غلط، لا لفظي ولا صوت عالي ولا بالايد. ولو احنا هنختلف فخلينا في غرفه بعيده عن عينيه. طيب. ونتكلم ونصفي ونخرج تاني للمراهق نشاركه وجدانيا. طيب احنا مش مختلفين بمعنى ان احنا متخانقين، لكن احنا وجهه نظرنا في الحياه مختلفه. احد الاطراف اكثر محافظه من الطرف الاخر. احنا نقعد نتكلم مع بعض، ما هو في حاجه زي كده لو كل واحد نتكلم مع بعض على اعتبار الاب والام، ولا نقعد نتكلم مع بعض على اعتبار الاب والام والطفل وصولا لاتفاق ثلاثي يرضي جميع الاطراف؟ لا، في الاب والام الاول. تمام. ما دام انا عندي كل واحد فينا ليه وجهه نظر مختلفه في الحياه وفي نظره الحياه، لا تعالى بقى نتكلم سوا احنا الاول ونوصل لحل او نوصل لنقطه لما نيجي نزرعها في ابننا نكون موافقين عليها، عشان لما نوصله ما هو هيحصل له تضارب افكار. هو مين الصح، بابا ولا ماما؟ وخصوصا لو لقى بقى تضارب في فكر ثالث، العالم الخارجي اللي اتكلمنا عليه، سواء بقى في التعليم، في المدرسه، في الشارع، اسمع كلام مين؟ فلازم نتفق الاول. طيب في مشاكل مراهقه ممكن التعامل معها في البيت، في مشاكل اخرى تتطلب معونه متخصصه. مين بقى اللي يحدد، او نحدد ازاي ان المشكله دي مش هينفع نحلها، لا لازم نلجأ لحد متخصص، سواء كان بقى استشاري نفسي، اخصائي اجتماعي، حتى دكتور نفسي. الفيصل فين؟ وقت ما احس ان بنتي ابتدت تتكور قوي على نفسها وما بتحكيليش حاجه، وقت ما احس ان هي دايما بيجي لها نوبات من البكا الشديد، ما بتحكيش زي الاول، لما بسألها عن اي شيء ما بلاقيهاش بترد عليا، نومها قل تماما، بقت عندها نوع من انواع الانعزال او الانطواء الكتير اللي مش فاهماه. والولد كذلك. الولد بقى ممكن يعمل ايه؟ بس عشان الولد هيبقى واخدها حته ان لا انا اروح فين، انا مش مريض، انا في يعني ممكن الولد برضو فكره متغير عن البنت. ما هي الفكره كده، احنا بنتكلم عن الاثنين. هو لو لقينا التغيرات دي سواء في الولد او البنت وفي سن المراهقه، لان احنا قلنا المراهقه بقت مبكره، يعني في سن احنا بنتكلم في 13 سنه لحد 18 سنه، فهو هيبقى لازال تحت ايدي ان انا اقدر احركه واوديه. لو لقيت الحاله دي سواء مع البنت او الولد اتحرك على ما اقولوش بقى على دكتور نفسيني والكلام ده، احنا رايحين زياره كده لصديق عيله وهيكلم معانا ومش عارفه ايه، لو انت حابب تتكلم معاه. والحقيقه انه
الاستشاريين النفسيين والاطباء النفسيين اذكياء في الموضوع ده، يعني بيتقبلوا يلعبوا الدور ده بشكل مع كل يعني ما ما بيتطلبوش يعني لو حد العياده بيتعالج حتى ممكن حتى يتفقوا ويشوفوا الناس بره. تمام. في حاجه زي ان انا مثلا لو جالي مدمن ما ادخلوش بجانب ان انا بقى المعالج المؤدب، لا، عارف انت تنزلي للمستوى بتاعه شويه، بتدخلي له من الطريق بتاعه. كذلك برضو الطفل اللي هو دايما حياته كلها اللعب وعنده مشكله، فبدخله بحته ايه، ان انا صغير زيك وبفهم في اللعب بتاعك عشان يقدر يفتح لي قلبه. مشكله الاب والام او اي حد كبير دايما عايزين الصغير هو اللي يطلع لي فوق، هو اللي يطلع لسني. طب ازاي؟ اذا كان احنا بنخرج كده عن الطبيعه والسنه الكونيه، فانا لازم قدر المستطاع عشان اكسب طاعه ابني او طفلتي لازم انزل المستوى، ما اخافش. انا بجد عايزه اتكلم على حته ان احنا ما نخافش من التغيرات والاضطرابات السلوكيه اللي بتحصل فتره المراهقه، لان هي وقتيه، بس خلينا نلعب صح في الفتره دي، نصبر ونتعامل بمنتهى اللين والحكمة مع الفترة دي عشان نحتضن وننقذ ما يمكن انقاذه. نتعامل باللين والحكمة. هتلاقي اب وام يقولوا لك والله احنا حاولنا نتعامل باللين والحكمة ولكن النتيجة كانت المزيد من التمرد. كل ما نيجي في الواطي وكل ما يبقى صوتنا اهدى وكل ما نحاول اكتر كل ما نلاقي رفض يصل لقلة الاحترام. لا، فنضطر نتعامل بشكل عام. لا، صعب جدا. لو انا اتخلقت بيني وبين المراهق صداقه بجد، مش انه احس ان انا بنصب عليه، صداقه من نوع خاص ونوع فريد ما كانش بيحصل في البيوت المصريه، ان انا ابتدي فعلا اصاحبه، ان انا هو الاقيه في اوضته ادخل انا كده واقعد جنبه واتكلم معاه، احكي لي يقول لي ايه اللي حصل. هو عايزك تعملي ده، هو عشان حاسس ان الصاحب اللي بره اكثر ليونه معاه واكثر تفتح معاه، حاسس ان اب وام لا، ده خط احمر ما ينفعش. لا، انتوا اصلا مش هتفهموني. ايوه، ليه؟ عنده رهبه قبل كده، اكيد عنده رهبه، عنده حته ان لا ما ينفعش اقول لبابا كده، الحاجه اللي انا مخبيها جواه ما ينفعش ان هو يعرفها، ما ينفعش ماما تعرفها. فاذا انا اللي عامل الحاجز ده. كل ما الاب والام ما بيعلوا في الحاجز كل ما ابني هيتخفي من قدامي، مش هيبقى شايفينه. ازاي تطبيق الرقابه بشكل يطمنا على اولادنا وفي نفس الوقت هم ما يتضايقوش منها. بلاش نفرض نفسنا عليهم، يعني لازم نحترم خصوصياتهم. لو انا عايزه اخرج شخصيه واثقه من نفسها وليها شخصيتها الثابته. طب والقلق؟ طول ما انا بتعامل برقابه ازاي بقى؟ حصل معاك النهارده، حصل معايا كذا كذا. الموضوع ده على فكره صعب جدا، ده انا بسمع قد ايه ان هو خطير وبيغير في شخصيه الانسان وممكن يعرضه للخطر، وخد بالك كمان ده ممكن ربنا يغضب علينا من حاجه زي كده. المهم ان هو ما يتكررش تاني، علشان وقف بقى على كده، خلاص ما اتكلمش فيه تاني، اشوف بقى تبعات اللي انا قلته ايه. لكن الرقابه اللي هي دايما سيطره، انت عملت ايه؟ وريني تليفونك، انت خارج مع مين اصحابك، انت بتقعد فين، جاي امتى. طيب بما انك شرحتي فكره مين اصحابك، يعني انا مش المفروض اعرف اصحاب ابني؟ لا طبعا. انا لما يقول لي انا نازل مع حد معين، طب انت نازل مع مين؟ طب ايه رايك بقى نعزمهم الاسبوع الجاي عندنا يتغدوا معانا؟ عايزه اتعرف على اصحابه. يلا هاخدكم اخرجكم. اقترح انت المكان اللي انت عايز تروح، يلا بينا نروح فين؟ نروح المكان اللي انت عايزه، وجمع بقى اصحابك كلهم، نتعرف بقى، اتعرف ده فكره ايه، تربيته ايه، ثقافته ايه. حتى لو انا عايزه احذر بقى من صديق معين ما عجبنيش فكره، اقول له بص خد بالك حبيبي، شوف بيتكلم ازاي، شوف بيتكلم عن والدته ازاي، شوف بيتكلم عن باباه ازاي، خد بالك عشان ده هيأثر على شخصيتك فيما بعد، وبرده ليك حريه القرار. يعني يبقى انا اديت له النصيحه جوه زي ما بيقولوا بسكوتيه كده، اديت له النصيحه في نفس الوقت صح. احنا اتكلمنا على الاطفال في حاله وجودهم مع اب وام مختلفين. خلينا نتكلم على اطفال الانفصال والطلاق. اطفال الانفصال اللي مش ضروري الاب وام يكونوا منفصلين، لكن مثلا الاب بيعمل في محافظه تانية او في بلد تانية وبيجي بس شهور معدوده او ايام معدوده كل سنه. دول تاثيرهم على تربيه المراهق ايه؟
وغير كده اطفال بقى الطلاق اللي فيه يعني طبعا منتشر جدا. حته الموضوع برضو شائع اللي هو الاب بيسافر والام هي اللي شايله العاتق كله. ما احنا برضو بنوجه رساله للاب المغترب انه مش كل حاجه انا بجيب انا بصرف انا بعمل، لازم المشاركه بتاعتك اليوميه. عامل ايه حبيبي، اخبارك ايه في المدرسه، بتعملي على ايه، الاقل التليفون اقل حاجه. وطبعا كل حاجه دلوقتي يعني الفيديو كول مع اكثره يعني. اخبارك ايه، كلميني عملتي ايه النهارده في يومك، مش عارفه ايه حصل معاكي ايه. لازم المشاركه دي كأن بابا معايا بالظبط. حتى لو حصلت مشكله والام اشتكت للاب، الاب يكلمها في التليفون طمني، مش لازم يقول لها ماما قالت لي حاجه عشان دايما تبقى واضعه الثقه فيها. ايه اللي حصل معاكي يومك، يبقى انا بشارك وجدان بنتي. ده للاب المغترب. بالنسبه بقى للازواج المنفصلين اللي بينتج عنه ولاد، ما دام احنا قررنا قرار الانفصال، ما دام ما كناش عارفين نتعامل صح في وجود ابناء وقررنا الانفصال، يبقى لازم نحترم بعض جدا في انفصالنا قدام الابناء. يعني اللي احنا ما قدرناش نعمله، احنا اصلا قررنا الانفصال عشان مش عارفين نحترم بعض، يبقى احنا لازم نخاف عليه وقت ما نكون انفصلنا. بلاش حته ان انا بحرض الابن على والدته او بحرض الابن على والده. الكلام ده فارغ جدا، والكلام ده على فكره محدش بيخسر الا الاب والام في النهايه. الابن بيطلع عدواني وحقود وما عندوش اي انتماء لاي نوع من سواء الاب او ام، بيبقى عنده نوع من انواع الكره لما يلاقي، والغيره بقى لما يلاقي اب وام بيزوروا ابنهم في المدرسه مش عارف ما انا ما بيجراليش نفس ما بيحصل لهم. انا بواجه ازمه نفسيه اتجاه ظروف بابا وماما، يعني انا اللي شلت المأساة. فلازم ابقى واخد بالي جدا من الفترة دي، لان بجد الفترة حساسة جدا جدا. وعشان كده بنناشد الاب والام سواء بقى منفصلين مرتبطين ايا كان، لازم نحط ايدينا على الفترة دي. ما دمنا ولادنا هم قرة اعيننا، يبقى لازم ابقى واخد بالي من تصرفاتي معاهم واصبر لحد ما الفترة دي تعدي بسلام، فترة المراهقة. كلامنا ما خلص بس الوقت خلص. ان شاء الله يبقى لنا لقاءات اخرى نتكلم فيها في عدد اخر من الموضوعات الخاصه بتربيه ابنائنا بقى من البدايه خالص، علشان نقدر نساعد من الاول وما نسيبش الامور لغايه ان شاء الله ما يبقى فيها نوع من انواع المتفجرات في فتره المراهقه. استاذه هبه السواح، استشاري الصحه النفسيه ومدربه العلاقات الانسانيه، نورتينا النهارده. كنت ضيفه عزيزه وسعداء بوجودك. شكرا جدا، ميرسي قوي حبيبتي. مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل الكاتب الصحفي والناقد الفني الاستاذ احمد سعد الدين في ضيافه زميلتي العزيزه صفاء رمضان، وكلام شديد الاهميه عن كيفيه تقديم السينما لفتره المراهقه.